السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لحظات كريم الصبري يعطي انطلاقة أحداث الشوط الأول. على يمين الشاشة نادي الجيش الملكي، على يسارها نادي حسنية أكادير. مقابلة مرحلة الذهاب والتي كانت قد لعبت بمدينة الرباط بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، كانت قد انتهت بفوز نادي الجيش الملكي. لاعب نادي الجيش الملكي كرة في وسط الملعب، تعود من جديد دائما لعناصر نادي حسنية أكادير. فرصة في منطقة الجزاء، التسديد، التصويب بشكل ممتاز من يوسف مهري، كاد أن يصل لمرمى أيوب الأكراد. مهري يرسل رسالة غير مشفرة لعناصر نادي الجيش الملكي، يخبرهم بأنهم سيلعبون اليوم من أجل الفوز والانتصار. يؤكد لهم بأن نادي حسنية أكادير سيلعب اليوم من أجل الفوز وسيقدم أفضل ما يملك من إمكانيات. دائما في وسط الملعب تمرير من فادي بنشوك، وصلت لمرزاق، من مرزاق يرسلها مباشرة لمهري، محاولة التقدم من مهري يعيدها لمرزاق، العرضية من مرزاق، كانت فرصة سانحة للتسجيل لنادي حسنية أكادير في اللقطة الماضية والفرصة الماضية، لكن كان التفوق لعبد العزيز قيدي في اللقطة الماضية. فرصة من جديد، محاولة الرد على الفرصة الماضية، التسديد، الرد يأتي مباشرة. جول 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 حمزة إيجمان يسجل الهدف الأول لفائدة ولمصلحة نادي الجيش الملكي. يرسل الكرة لمرزاق في الرواق الأيمن لعناصر نادي حسنية أكادير. فرصة العرضية المتابعة من جونيور مبيلي الكونغولي الذي لم يكن موفقا في اللقطة الماضية. جونيور مبيلي وصلت لجمال الشماخ في وسط الملعب، قد تكون هي الفرصة الأخيرة والمحاولة الأخيرة لنادي حسنية أكادير. التقدم متواصل والبحث متواصل، التمرير بعد ذلك التصويب. وصلتك يا جونيور في الوقت المناسب، لكن مبيلي لم يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب. وصلته الهدية بشكل رائع، قدمت له الهدية بشكل، وفي هذه اللحظات كريم صبري يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم نادي الجيش الملكي بهدف مقابل لا شيء أمام نادي حسنية أكادير هنا في ملعب أكادير الكبير. هدف سجله كريم صبري يعطي انطلاقة أحداث الشوط الثاني. ينطلق الشوط الثاني وتنطلق معه فرص ومحاولات الفريقين، كل فريق سيبذل كل ما في جهده لتحقيق النتيجة الإيجابية وتحقيق الفوز والنقاط الثلاث. نادي حسنية أكادير الذي سيفكر وسيبحث أولا عن تسجيل هدف التعادل، ركنية لفائدة ولمصلحة حسنية أكادير. فادي بنشوك التونسي، فادي ضربة رأسية، ما زالت الفرصة، ضربة رأسية تصطدم بالعارضة في اللقطة الماضية. كانت فرصة لنادي حسنية أكادير، كان قريبا يوسف مهري من التسجيل ومن الوصول إلى الشباك. هنا اللقطة ضربة رأسية تصطدم بالعارضة، بعد ذلك المتابعة، الكرة خرجت. هنا اللقطة ضربة رأسية، كانت المتابعة من يوسف مهري. التدخل، فرصة لعناصر نادي حسنية أكادير. يوسف مهري سيسدد، يصوب يوسف مهري. التدخل من الدفاع، التدخل من الدفاع في الوقت المناسب. هنا اللقطة تمريرة بشكل ممتاز، وصلت ليوسف مهري، توغل لمنطقة الجزاء وسدد أولى مبارياتها يوم الجمعة الماضي. هنا فرصة لفائدة حسنية أكادير. جول 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 لفائدة ولمصلحة نادي حسنية أكادير. عبد العزيز قيدي ينجح في التسجيل، قيدي يعدل النتيجة لنادي حسنية
بعد بحث طويل، بعد عدد كبير من الفرص ومن المحاولات، ينجح عبد العزيز قايدي في تسجيل هدف التعادل لنادي حسنية أكادير. أيوب الأكراد يتحسر على ما حدث في اللقطة الماضية. ينجح نادي حسنية أكادير، محمد الشيخي يعيد الكرة للمهدي الجرباوي من المهدي الذي يوصلها لمرزاق. كرة طويلة من مرزاق باحثا عن أيوب الأخضر. كرة في وسط الملعب، الكرة تفتك. العربي الناجي في وسط الملعب يعيدها لبورغيس مونتيرو ولحاتم الصوابي. كرة طويلة من الصوابي حاتم، أيضا من أبناء مدرسة الفريق. كرة طويلة وصلت لمهري، فرصة لعناصر نادي حسنية أكادير. التسديد، جول 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 الهدف الثاني في الدقيقة 71. التونسي فادي بنشوك يسدد بطريقة رائعة مثالية لم يجد معها أيوب الأكراد أي حل. ابن مدرسة باري اف سي في فرنسا فادي بنشوك يسجل الهدف الثاني وهدف التقدم لفائدة ولمصلحة نادي حسنية أكادير. الهدف الثاني بطريقة جميلة يريد صبري التأكد. وفي هذه اللحظات حضرات السيدات والسادة المشاهدين، الحكم كريم صبري يعلن عن نهاية الشوط الثاني واللقاء لفوز نادي حسنية أكادير بهدفين 2 مقابل هدف وحيد. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.